الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة ان شاء الله هنعمل المشبك. هنعمله بطريقة سهلة ان شاء الله تعجبكم. وزي ما احنا شايفين المكونات والمقادير بتاعته اهي. هنا عندي ده الشربات. اول حاجة هنا ده ربع كيلو سكر او كوباية مج من ده ومعلقتين، يعني توزني ربع كيلو يا اما كوباية ومعلقتين. وده نص كيلو عسل جلوكوز وماء زهر. بس كده هنبدأ أول حاجة نحط الشربات على النار. بنفضي المية والسكر وهنخلي ماء الزهر آخر حاجة وعسل الجلوكوز اهو. نفضيه كله كده منخليش فيه حاجة. هنقلبهم كده مع بعض ونحطهم على النار بعد الغليان 3 دقايق بس مش اكتر، وبننزله من على النار. ودلوقتي هنعمل اول حاجة هنعمل الخميرة بتاعت الاساس، يعني اساس المشبك. احنا بنعمل على فكرة المشبك الدمياطي. هفضي نص كوباية مية دافية وباكو خميرة. هفضي كيس الخميرة كله اهو. وهنا دي 50 جرام نشا اهو، او 3 معالق، يعني يا 3 معالق يا 50 جرام لو انت عايزة توزني. و50 جرام دقيق برضو، او 3 معالق كبار. نقلبهم بس البولة دي مش هتنفع كده. فضيهم في البولة دي وهضيف هنا كمان ربع كوباية مية. احنا بالنظر بيبقى العجينة بتبقى بالنظر كده بنعرفها. بنقلبها كده بس كده زي ما احنا شايفين. ادي قوام النشا والدقيق. بنقلبها لحد ما تفك كل الكلاكيع اللي فيها دي. هنا عشان ما حطيتش بس الميه مره واحده كده، المفروض ازود الميه يعني نص كوبايه كده، ايه مظبوط مش قليل. بس كده هنسيب العجينه زي ما احنا شايفين القوام بتاعها اهو. هنسيبها تخمر ونرجع نكمل ان شاء الله. زي ما احنا شايفين الشربات تقيل قد ايه. نضيف ماء الزهر معلقه كبيره بس كده وهننزله. خلاص كده احنا عملنا الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هنبدأ في العجينة اهي. هنا ده ربع كيلو دقيق وربع معلقة ملح وربع كيلو نشا بس كده. وهنعجن بالمضرب عشان المضرب ما بيخليش اي كلاكيع. ودلوقتي هنفضي الخميره زي ما احنا شايفين اهي خمرت ازاي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نفضيها الاول عشان نعرف نظبط العجينه بتاعتنا ما تخفش مننا زياده عن اللزوم ولا تتقل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا دول كوبايتين ميه دافيه، وحسب احتياج الدقيق هنزود.
نفضل نقلب في العجينة كده، وزي ما قلت حسب نوع الدقيق، لو احتاجنا مية او ما احتاجناش. بس كده بنقلب في العجينة، هي اخف من الزلابية حبة زي ما احنا شايفين كده، بنفضل نقلب فيها. ولو احتاجنا مية حسب نوع الدقيق، احنا بنبقى شايفين قوام العجينة، لو اتقل من كده بنزودها. بس كده هنسيبها تخمر ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. ودلوقتي زي ما احنا شايفين ادي العجينة خمرت. بنجيب ازازة، يعني لو ما عندناش الازازة دي بتاعة المايونيز والكاتشب والحاجات دي، بنجيب ازازة زي دي كده ونخرمها من هنا وبنشتغل بيها برضو عادي. ودلوقتي هنبدأ نشوف العجينة بتاعتنا. بسم الله. لو لقيناها تقلت معانا بنزودها حبة مية، اهي تقلت معانا بجد، فهنديها حبة مية دافية ونبدأ نشتغل. نفضيها في الازازة ونبدأ نشتغل ان شاء الله. بسم الله. ودلوقتي هنبدأ. انا هعملها باذن الله يعني مقاس الطاسه دي على قد الطاسه دي، ولو انت عايزه القرص صغير بتعمليه في طاسه صغيره، بس بيكون الزيت غزير وسخن. بسم الله. هنبدا. بس كده. هي ما بتاخدش وقت. ودلوقتي هنقلبها اهي زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، جميله وهشه. هتاخد لون خفيف كده ونطلعها ان شاء الله. دلوقتي هقلبها اهي زي ما احنا شايفين، وهنزل دي الشربات كده زي ما احنا شايفين، شربات تقيل خالص بعسل الجلوكوز اهو. ولو عندك شربات تقيل بدهي، وانا كان عندي حبه شربات تقيل زودت بيهم الكميه اللي انا عملتها اهو كده. نخرجها زي ما احنا شايفين عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. وبكده نكون انتهينا من عمل المشبك. انا لسه العجينه ما كملتهاش، بس عملت الحبه دول كده عشان انهي الفيديو معاكم. الشكل النهائي للمشبك الدمياطي، جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.